لعيبه داس على القطر، يلا بينا. اللعيب بتاعنا هو نبيل فقير. صيف 2018 كانت اهم فتره في حياه نبيل فقير، وساعتها ليفربول كان بيفاوضوا عشان هو اللي يجي ويبقى بديل فيليب كوتينيو لما مشي من ليفربول. وفعلا الناديين كانوا متفقين على كل حاجه، وكان هيدفع في نبيل فقير 78 مليون دولار. وفعلا قبل كاس العالم اتعمل الكشف الطبي لنبيل فقير في ليفربول، لكن الصفقه ما كملتش. لكن بعدها بسنه وفي صيف 2019 تلاقي نبيل فقير بيوقع مع ريال بيتيس ب 23 مليون دولار بس. الانهيار اللي حصل ده ممكن يكون ليه سببين. السبب الاول وهو عدم الاستمراريه اللي عند نبيل فقير. زي ما قلت لك موسم 2017 2018 كان مهم جدا ليه مع اولمبيك ليون، جاب 24 جون و9 اسيست. لكن جه بقى الموسم اللي بعده والرقم ده قل، جاب 12 جون بس و9 اسيست. السبب الثاني وهو في 2015 نبيل فقير كان بيلعب ماتش مع منتخب فرنسا واتصاب فيه، وساعتها جاله رباط صليبي. الركبه اللي اتصابت دي فضلت فيها مشكله لفتره طويله بعدها، ولما حصل الكشف الطبي اللي اتعمل في ليفربول ساعتها اكتشفوا الموضوع ده ويلقوا من الصفقه وقرروا ان هم يكنسلوها. من ساعه ما راح ريال بيتيس وهو من اللعيبه المؤثره جدا مع الفريق. حاليا نبيل فقير هو 29 سنه، لكن شكل كده فرصته ان هو يروح